ازيكم؟ انا هاجر. قصة جديدة وفيديو جديد، صلوا على النبي ويلا نبدأ. بطلة قصتنا بتقول: انا نيرة، عمري 30 سنة، على قدر من الجمال، ومن عيلة ميسورة الحال. قصتي ابتدت من زمان قوي، من لما كنت طفلة. انا بعشق ابن خالتي عشق. هو اسمه وائل، اكبر مني ب5 سنين، وكنت مش بفرقه ابدا وبقلده في كل شيء. حتى لما قرر يدخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية عشان يحقق حلمه في يوم من الأيام ويبقى سفير ويلف العالم كله. وفعلا حقق حلمه ودخل الكلية، وأنا حطيت جوايا نفس الحلم وما بقتش بفكر غير فيه، وما بفكرش في أي شيء إلا إني أدخل الكلية دي. وفعلا حققت اللي كنت عايزاه ودخلت الكلية. وأول ما اتخرجت وائل اتقدم لي، وقصة حبنا اللي تعرفها العيلة كلها ابتدت بجوازنا. وبعد الفرح على طول سافرنا نقضي شهر العسل، وساعتها سافرنا أكتر من دولة أوروبية زي ما كنا احنا الاتنين بنحلم طول عمرنا. وكانت الأيام دي من أجمل وأسعد أيام حياتي مع وائل. وبعد ما خلص شهر العسل رجع وائل لشغله في السفارة لدولة عربية، وفضل يحاول كتير جدا عشان أشتغل معاه في نفس السفارة وأكون جنبه طول الوقت. وبالفعل عمل اللي هو عايزه واشتغلت معاه. معلومة: وائل من الناس اللي مش بتتنازل أبدا أبدا عن حلمها، ولازم يحقق حلمه واللي نفسه فيه. المهم فاتت سنة كاملة على جوازنا، وجي وقت أجازتنا السنوية، وبصراحة كنت مستنياها بفارغ الصبر عشان بابا وماما كانوا وحشيني جدا. المهم نزلنا الأجازة وزرنا أصحابنا وكل حبايبنا، وأهلنا كمان احتفلوا برجوعنا، وكنا إحنا الاتنين في غاية السعادة لحد ما رحت أنا ووائل عشان نزور أهلي وأهله. هم عايشين في بيت واحد. وبعد ما شفت أهلي طلعت معاه عشان نزور والدته اللي هي خالتي. وأول ما طلعنا مامته قالت: نورتوا البيت والدنيا كلها. وأول ما طلعنا مامته قالت: نورتوا البيت والدنيا كلها يا حبايبي. قلت لها: منورة بيكي يا خالته. قالت لي: ايه يا نيرة، مفيش خبر كده يفرحنا؟ قلت لها: خبر ايه يا خالته؟ قالت لي: يعني مش هبقى تيتا عن قريب كده؟ قلت لها: ربنا يدينا يا رب. وساعتها وائل قال لها: مستعجلة على ايه بس يا ماما؟ قالت له: مستعجلة إلا مستعجلة يا وائل، أنا نفسي يا ابني أفرح بيك وبعيالك، ولا انتوا بقى اللي متفقين على كده؟ وائل قال لها: متفقين على ايه؟ قالت له: يعني لا تكونوا متفقين مع بعض انكم ما تخلفوش دلوقتي؟ قال لها: لا طبعا، احنا اصلا ما فكرناش في الموضوع ده خالص، ولا حتى خطر على بالنا قبل كده. رحت انا قايله لها: ابدا يا خالته، احنا سايبينها على ربنا. قالت: يعني ايه؟ لا إذا كان كده بقى، لو انتوا فعلا مش متفقين على التأجيل ولا أي حاجة، يبقى لازم يا بنتي تروحي للدكتور وتعرفوا ايه السبب اللي خلاكم ما تخلفوش لحد دلوقتي. ده انتوا بقالكم سنة كاملة متجوزين وما حصلش فيها حمل خالص. رديت عليها ساعتها بتفهم وقلت لها: خلاص يا خالته، احنا هننتهز فرصة الأجازة دي ونشوف الموضوع ده إن شاء الله. قالت لي: أيوة يا حبيبتي، أو يمكن تروحي من هنا وتطلعي حامل وتعرفي وانتي بتكشفي. وساعتها ضحكت وسكت. المهم واحنا راجعين على بيتنا لاحظت ان وائل سرحان كده شويه. قلت له: ايه يا حبيبي، سرحان في ايه وانت سايق كده؟ قال لي: لا ابدا، بس كلام ماما خلاني افكر في موضوع الولاد ده، اصلا انا بحب الاطفال جدا ونفسي ابقى اب. قلت له: خلاص يا حبيبي، نروح بكره للدكتور ونشوف الموضوع ده هيرسى على ايه. قال لي: خلاص نروح للدكتور اللي اختي كانت بتتابع عنده ساعه حملها الاولاني، ده دكتور شاطر جدا. قلت له: تمام يا حبيبي وانا موافقه. المهم رحت فعلا تاني يوم للدكتور أنا وهو، وكشف عليا وعمل لي سونار. حسيت إن ملامحه اتغيرت، وشه ما كانش عليه أي تعابير، وده بصراحة اللي فزعني. قلت له: إيه يا دكتور، هو في حاجة مش كويسة ولا إيه؟ قال لي: لا أبدا، اتفضلي معايا يا مدام نيرة بره عشان نتكلم على راحتنا. قمت بسرعة وعدلت لبسي وخرجت وراه على طول. قلت له: ها يا دكتور، عايز تقول إيه؟ قال لي: اتفضلي بس حضرتك اقعدي. وساعتها قعدت وكان قاعد قدامي وائل. قال له: اتفضل يا دكتور، عايز تقول لنا ايه؟ قال لي: في الحقيقة بعد السونار اللي عملته للمدام واضح وبشكل قاطع انها عندها مشكلة يستحيل معاها انها تخلف. انا اسف يا جماعة، بس انا لازم اكون صريح معاكم. وطبعا نزل عليا الخبر انا وجوزي زي الصاعق، بس وائل كان متماسك الى حد ما. ساعتها قال له: على العموم شكرا يا دكتور، وقام وقف وسحبني من ايدي، وانا ما كنتش حاسه باي شيء حواليا بعد كلام الدكتور. واول ما ركبت العربيه انهارت من العياط. وساعتها وائل فضل يهديني وقال لي ممكن يكون الدكتور غلطان في الكشف وانه هيدور على دكتور تاني عشان يطمن، لكن محاولاته كلها فشلت. ورجعنا البيت من غير ولا كلمة. وساعتها في البيت قعد جنبي وقال لي: ما تيأسيش، انا هشوف دكتور تاني اشطر من اللي احنا رحنا له. وساعتها قال لي فجأة بحماس: طب ايه رأيك في الكام يوم اللي فاضلين من الاجازة نسافر امريكا
ونعمل هناك فحوصات تانية، وإن شاء الله يطلع الدكتور ده غلطان. قلت له تفتكر يا وائل إن الدكتور ده يكون غلطان أو غلط في الكشف، وإني ممكن أكون حضني وطبطب عليا وقال لي إن شاء الله يا حبيبتي، إن شاء الله هتبقي أحلى أم كمان. المهم فعلا سافرنا أمريكا، وهناك وائل دور على أحسن دكتور ورحت له أنا وهو، بس للأسف أكد لي كلام الدكتور اللي قبله، وساعتها سلمت أمري لله ورجعت أنا وجوزي لشغلنا تاني. بعد ما خلصنا أجازتنا وأنا وهو مارسنا حياتنا العادية، بس بإحساس رهيب بالكآبة والروتين وجفا كبير في علاقتنا كزوج وزوجة. كل واحد فينا ركز أكتر في شغله عشان ما يضايقش التاني، وخصوصا وائل اللي حلمه انتهى في إنه يكون أب. لحد ما جه يوم اتفاجئت من واحدة زميلتي في الشغل بتطلب مني إني أقابلها بعد الشغل عشان عايزة تتكلم معايا في موضوع مهم. وفعلا قابلتها، قلت لها خير، في حاجة؟ قالت لي بصراحة يا نيرة ومن غير لف ودوران وائل طلب يتجوزني. اتصدمت وقلت لها وائل؟ قالت لي زي ما بقولك كده، وائل جوزك طلبني للجواز، وانا يعني في الاول رفضت، لكن هو فضل يلاحقني في كل مكان جوه وبره الشغل عشان اسمعه واعرف ليه عايز يتجوزني وايه سبب ان هو عايز يتجوز على مراته، وخصوصا ان كلنا عارفين قد ايه انتوا كنتوا بتحبوا بعض قبل الجواز. قلت لها بلا مبالاة وبعدين؟ قالت لي يعني بعد الملاحقات الكتيرة منه اضطريت ان اسمعه وعرفت يعني، وساعتها قطعتها وقلت لها السبب اني ما بخلفش ومش هخلف، صح؟ قالت لي بصراحة ايوه، وائل يعني زيه زي اي راجل تاني نفسه برضه في اولاد وعايز يكون اب. قلت لها طيب على خيرة الله، هو شرح لك وواضح قوي انك وافقتي، والا ما كنتيش قعدتي معايا القعدة دي. شكرا طبعا انك عرفتيني، بعد اذنك. وساعتها شيرين ابتسم ابتسامة صفرة كده وقالت لي انت زعلتي ولا ايه يا نيرة؟ قلت لها بكل هدوء ابدا، هو في واحدة بتزعل برضه وجوزها رايح يتجوز عليها؟ يلا حلال عليكي وائل يا شيرين، لايقين على بعض قوي والله. وسبتها ومشيت على طول. واول ما ركبت العربية وبدأت أسوق افتكرت شيرين اللي كانت زميلة وائل في الجامعة، وأعرف كويس قوي إنها كانت بتحلف لصاحبتها إنها مش هتسيب وائل يفلت من إيديها، وافتكر كويس قوي إزاي كانت بتحاصره في كل مكان بيروح فيه، حتى بعد ما عرفت إن هو بيحبني ومتعلق بيا أنا. بس أهو فازت بيه في الآخر وعملت اللي هي عايزاه. وساعتها انفجرت من العياط لحد ما وصلت البيت، مسحت دموعي واستعدت قوتي لأني شفت عربية وائل قدام العمارة، وأنا ما كنتش عايزة أبدا أبين ضعفي قدامه. المهم طلعت، وأول ما فتحت الباب لقيت وائل قاعد وحاطط راسه بين إيديه. قلت له بكل هدوء وسخرية إيه يا أستاذ وائل، مستني نتيجة المقابلة؟ ما شكلكم كده متفقين على كل شيء. قال لي أنا. قلت له أنت إيه؟ أنت واحد عايز يخلف ويبقى أب وليك حق، محدش يقدر أبدا يغلطك، أما أنا بقى ليه حق ان انا اتطلق ودلوقتي حالا. قال لي انت بتقولي ايه؟ ده لا يمكن يحصل ابدا، انا بحبك، فاهمه يعني ايه بحبك؟ قلت له اسفه مش فاهمه ومش عايزه افهم كمان. تتجوز ما عنديش اي مانع وما تفرقش معايا شيرين او حتى اي حد غيرها، لكن اني افضل انا كمان على ذمتك اهو ده اللي مش ممكن يحصل ابدا، ولو رفضت الطلاق مش هتخلي قدامي حل الا اني اخلعك، وده اخر كلام عندي. وساعتها ما نطقش بأي شيء. هو عرفني من وانا صغيرة ماليش في اللف والدوران ومحدش يقدر يرجعني عن قراري. وساعتها وائل خرج وسابني عشان أهدى شوية وعشان كمان يتفق معايا على اللي هيتم الأيام الجاية. وساعتها تعمد إن هو يتأخر في رجوعه للبيت عشان قال إيه أكون نمت، لكن اتفاجئ بإني قاعدة ومستنياه. وأول ما دخل سألته عن ترتيبات الطلاق. قال لي نيرة الوقت متأخر دلوقتي، بكرة نبقى نتكلم. قلت له مفيش بكرة، مش هنام إلا لما نتفق على كل شيء. قال لي هنتفق على كل شيء بس في مصر، وهعمل لك كل اللي انت عايزاه، كده كده الأجازة قربت. وكمان قلت له كمان ايه وائل، هو في ايه تاني؟ قال لي شيرين طلبت مني ان مفيش اي كلام في الجواز الا مع اهلها. قلت له بنت اصول والله عندها حق، بس لحد بقى ما نرجع انت في حالك وانا في حالي، سواء في الشغل او في البيت، مفهوم؟ وساعتها سبته ودخلت غرفتي. المهم مرت الأيام ورجعت أنا وهو، وأول ما خرجت من المطار قلت له أنا هروح على بيت أهلي لوحدي، وساعتها قال لي اللي تشوفيه. ركبت تاكسي ورحت على بيت أهلي، وأول لما شفت أمي اترميت في حضنها وفضلت أعيط من غير ما أسكت لحظة واحدة. قالت لي إيه ده؟ في إيه؟ مالك يا بنتي؟ وفين جوزك؟ تمسكت شوية وقلت لها أنا ووائل يا ماما خلاص هنتطلق. قالت لي إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ قلت لها أيوة يا ماما، وائل خلاص
هيتجوز واحدة تانية. قالت لي مين دي؟ قلت لها زميلتنا في الشغل، وانا طلبت منه الطلاق. قالت لي هيتجوز وهيطلق؟ ليه كل ده؟ هو في ايه بالظبط؟ قلت لها بصراحة كان في حاجة احنا مخبيينها عليكم انا وهو، ودلوقتي لازم الكل يعرفها. احنا لما رحنا للدكتور قال ان انا عندي مشكلة مش هتخليني اخلف. وانفجرت في العياط مرة تانية، واخدتني امي في حضنها وفضلت تبكي هي كمان. قالت لي خلاص يا حبيبتي، ده قدر ربنا، وربنا مش بيعمل لنا الا كل خير، ولا تزعلي نفسك. انا هكلم ابوكي وهنقعد مع وائل وامه وهنخلص الموضوع ده، ولا تشغلي بالك. وفعلا تم الطلاق بكل هدوء. وبعدها قعدت افكر في مستقبلي وايامي اللي جايه وهعمل ايه. وساعتها قررت اني هطلب اتنقل من شغلي لمكان تاني، لاني طبعا مش هقدر اشتغل في مكان واحد مع وائل وشيرين. وفعلا طلبت نقلي من سفارة لسفارة تانية، وفعلا اتنقلت لسفارة تانية بس في بلد أوروبية. وأول ما جالي الرد قطعت أجازتي وسافرت على طول، واستلمت شغلي الجديد على طول. وعشان كمان محضرش فرح وائل اللي عمله في أفخم الفنادق اللي صممت عليه شيرين، لأنه قال إيه أول جواز بالنسبة لها وعايزة تفرح. المهم سافرت، وأول يوم شغل ليا في السفارة الجديدة قابلت طارق. كان زميلي في الكلية، وكان من الشخصيات المحترمة والمؤدبة جدا سواء في التعامل معايا أو مع أي حد تاني. وأول ما شافني اتفاجئ، قال لي نيرة ازيك عاملة ايه؟ قلت له الحمد لله يا طارق، انت عامل ايه واخبارك ايه؟ قال لي بخير الحمد لله. ايه انت اتنقلتي معانا هنا؟ قلت له ايوه. قال لي طيب ووائل هنا معاكي برضو؟ ارتبكت من سؤاله وقلت له بكل ثبات انا ووائل خلاص كل واحد فينا راح لحاله. طارق اتصدم وقال لي انفصلت انت ووائل؟ مش ممكن، انا مش مصدق اللي انا بسمعه ده. قلت له ليه كل ده؟ عادي يعني. قال لي لا طبعا مش عادي يا بنتي، ده كلنا كنا عارفين قد ايه بتحبوا بعض. قلت له فعلا عندك حق، بس هو ده اللي حصل بقى. قال لي المهم نورتي مكانك الجديد وان شاء الله تنبسطي معانا. قلت له انا متفائله خير، خصوصا انك انت اول حد اقابله في اول يوم شغل ليا. قال لي شكرا يا ستي على المجامله دي. قلت له لا ابدا يا طارق، انت فعلا من الناس اللي بعتز جدا بصداقتهم. المهم مر 4 شهور على انفصالي، وكانت آخر أيام السنة. وقعدت أفتكر وائل لما عرفت إن السفارة هتعمل للجالية المصرية حفلة رأس السنة في الفندق، وأنا كنت كمان من منظمين الحفلة، وأول مرة في حياتي هقضي الليلة دي من غير وائل. وساعتها دموعي نزلت وفتحت صفحته على انستجرام وشفت اللي ما كنتش أتخيله أو أتحمله. لقيت صورة جديدة لوائل وهو حاضن شيرين، وتقريبا كده كان باين عليها الحمل. قفلت الاكاونت والتليفون تماما وفضلت ابكي بشكل هستيري لحد ما رحت في النوم لوحدي. وتاني يوم رحت الفندق عشان اتابع الترتيبات. المهم عدى اليوم وخلصت حفلة رأس السنة على خير، وانا فضلت مكملة في شغلي ومفيش اي شيء شاغلني غير مستقبلي وبس. وفضلت فترة كبيرة مش متابعة اي اخبار عن وائل نهائي، لحد ما في يوم جه طارق وطلبني للجواز من غير أي مقدمات بينا. ما كانش فيه أي شيء بينا غير الشغل وبس، وأنا ما كنتش مركزة في أي حاجة غير شغلي وبس. ويمكن من كتر تركيزي في شغلي ما خدتش بالي إن طارق معجب بيا وبيحبني كمان. وفي يوم طلبني للجواز، وساعتها اتفاجئت جدا وانصدمت من طلبه وما نطقتش بولا كلمة. قلت له طارق انت عارف سبب طلاقي من وائل ايه؟ قال لي لا معرفش لانك ما قلتيش وانا ما سألتش لاني ما يهمنيش. قلت له وائل طلقني بعد الحب ده كله اللي كان بينا لما الدكاترة اكدت لنا ان عندي عيب يمنعني من الخلفة نهائي. قال لي وانا الموضوع ده مش فارق معايا نهائي، انا اللي يهمني انتي وبس ومش عايز اي شيء تاني. قلت له يعني مش فارق معاك تكون اب؟ قال لي لا مش فارق، انا عايزك تكوني زوجتي وبس. وفعلا سبته، لكن لقيته مصر برضه على ان هو يتجوزني. وفعلا نزلنا مصر وطلبني من اهلي، وساعتها اتجوزنا وسافرنا تاني. وفي يوم كنت في الشغل واغمى عليا في اليوم ده، وساعتها اخدني طارق وجري بيا على المستشفى. وساعتها الدكتور قال لطارق اني حامل. طارق اتصدم وانا اتصدمت. قلت للدكتور لا اكيد انت غلطان، ده مستحيل. وساعتها خليتهم يعيدوا التحاليل تاني وفعلا طلع ايجابي. وطارق كان فرحان جدا بيا وانا ما كنتش قادرة اقول غير سبحان الله. ومن بعدها طارق طلب مني اني استقيل من كتر ما هو خايف عليا، وفعلا عملت كده وقعدت في البيت. وطارق هو اللي كان بيهتم بيا وكل يوم يجهز لي الفطار. وفي يوم قلت له لا مش معقول كده يا طارق، بالليل تحضر لي العشاء ودلوقتي جايب لي الفطار لحد السرير، كده كتير بجد.
قال لي لا كتير ولا حاجة، يلا يلا قومي افطري عشان كمان عايزة اتكلم معاكي في حاجة مهمة قوي. قال لي انت ناوية تقولي لأهلك انك حامل امتى؟ قلت له انا بصراحة ما فكرتش في الموضوع ده، انا نفسي اشوف فرحتهم بعينيا. قال لي طيب لازم تفكري ونرتب نفسنا. قلت له خلاص نقول لهم. قال لي انا رأيي بصراحة اننا ما نقول لهمش ونستنى لما تولدي وننزل بالبيبي ونعملها مفاجأة ليهم. قلت له طب ليه؟ قال لي اصل انت لو قلت لمامتك انك حامل وانت دلوقتي الكل عارف ان انا خليتك تستقيلي من شغلك، وساعتها مامتك ممكن تصمم انك ترجعي مصر عشان تراعيكي وتاخد بالها منك الفترة دي، وانا بصراحة ما اقدرش استغنى عنك. وبعدين هم دلوقتي مش منتظرين انك تخلفي ولا انك تقولي في يوم حتى انك حامل، فهتبقى مفاجأة حلوة قوي انك تنزلي بيه. ها ايه رأيك؟ قلت له صح يا طارق، عندك حق، اتفقنا. المهم مرت الأيام والشهور بسرعة وجي ميعاد الولادة. كنت خايفة ومرعوبة بس في نفس الوقت فرحانة وطايرة من الفرحة لأني أخيرا هبقى أم وهاخد ابني في حضني. والحمد لله ربنا كرمني ورزقني بمراد، وطارق كان فرحان قوي وطاير من السعادة. المهم بعد فترة من الولادة في يوم طارق جه وقال لي كده بقى أظن إنك بقيتي كويسة وصحتك تمام عشان ننزل مصر. أظن كده بقى لازم الكل يعرف بوجود أستاذ مراد ويفرحوا بيه زينا. قلت له انا مش عارفه رد فعل اهلي هيكون عامل ازاي. قال لي اكيد هيفرحوا طبعا. المهم فعلا طارق اخد الاجازه ونزلنا ورحت على بيت اهلي اول حاجه، وساعتها طارق قال لي اسبقيني انتي وانا هطلع انا ومراد، لاني كنت قايله لهم ان في مفاجاه حلوه قوي. وفعلا ده اللي حصل. طلعت وامي اللي فتحت لي سلمت عليا، وساعتها بابا قال لي ايه ده، امال فين المفاجاه اللي انتي قلتي جايباها معاكي؟ وفين طارق؟ قلت لهم طارق طالع بيها. ماما قالت له مفاجأة ايه بس؟ قولي لي يا بنتي مبسوطة مع طارق؟ قلت لها الحمد لله يا ماما، طارق ده مفيش زيه. وساعتها طارق طلع وهو شايل مراد. امي وابويا بصولي وهم مصدومين وقالوا هما الاتنين في صوت واحد مين ده؟ وساعتها شلته وقلت له سلم على تيتا وجده يا مراد. امي قالت لي ايه انتي بتقولي ايه؟ قلت لها مراد ابني يا ماما، هي دي المفاجأة الحلوة اللي انا عاملاها. امي طبعا بكت من كتر الفرحة هي وبابا وكانوا عمالين يشدوه من بعض. ساعتها امي قالت يا ما انت كريم يا رب. قلت لها ايوه يا ماما كريم قوي قوي، ربنا رزقني بطارق وبعده مراد. امي مسحت دموعها وقالت لي بس انا زعلانه منك، بقى تخبي عليا الفتره دي كلها وكل ما اتصل بيكي واقول لك صوتك متغير تقولي لي بيتهيألك. قلت لها معلش يا ماما، انا كمان لما عرفت ان انا حامل عملت زيك كده وما كنتش مصدقه الخبر نهائي، وكمان كنت تعبانه قوي وكان احتمال كبير الحمل ما يكملش، وبعدين خفت افرحكم وبعدين تزعلوا، وهو الحمد لله وصل بخير. المهم قعدنا نتكلم كتير جدا مع بعض، واحنا بنتكلم تليفون البيت رن، ولما رديت كانت نسمة اخت وائل. قلت لها نسمة ازيك عامله ايه؟ قالت لي ايه ده انتي وصلتي؟ قلت لها ايوه لسه واصله حالا، هاتي خالته وتعالي عشان تسلموا على طارق وتشوفوا مراد. قالت لي مراد؟ مراد مين؟ قلت لها لما تنزلي هتعرفي. وفعلا نزلت هي وخالتي وعرفتها بطارق ووريتها مراد. قلت لها ابني يا نسمة، وساعتها خالتي بصيت له في ذهول، ونسمة قالت لي ابنك؟ قلت لها ايوه يا نسمة ابني، ربنا كرمني من عنده. خالتي ساعتها قالت لأمي كده تخبي عليا كل ده؟ قلت لها ماما زيها زيكم كده يا خالته، لسه عارفة دلوقتي حالا، أصلا أنا حالتي الصحية في الحمل ما كانتش قد كده، ما انت عارفة ما كنتش هخلف أصلا، لكن الحمد لله ربنا أكرمني من عنده. خالتي قالت لي الحمد لله يا حبيبتي وألف حمد لله على سلامتك. وساعتها الباب خبط وبابا اللي راح فتح، وكان وائل وشيرين. قال له معلش يا عمي اصلا انا طلعت لماما وما لقيتهاش فنزلت عشان اشوفها عندكم ولا لا. قال له اه يا ابني عندنا هي ونسمة اختك. وساعتها دخل وائل ولقى طارق قاعد جنبي، قال لنا الحمد لله على السلامه يا جماعه نورتوا مصر. ساعتها طارق قال له ده نورك يا وليد. وساعتها امي قامت على طول وقالت له شفت مراد ابن نيره يا وائل؟ عقبال شيرين ما تقوم بالسلامه هي كمان. اتصدم وقال لها ايه ابن نيره؟ وساعتها شاله وهو مش مصدق اللي سمعه من كتر الصدمه طبعا، وفضل يبصله في منتهى الأسى. وساعتها ادى لأمي وأخد مراته وطلع على طول، وقامت أمه وأخته وراه على طول. المهم قلت لماما هي مش كانت حامل؟ قالت لي اللهم لا شماتة يا بنتي، شيرين حملت أول لما اتجوزت على طول، بس الجنين مات في بطنها وهي في الخامس، وبعدها حملت تاني وسقطت، وده تالت حمل ليها، ربنا يكمل لها على خير. ما هو برضو الواحد لازم يتمنى لها الخير يا بنتي، وأهم حاجة إن ربنا نصرك وكرمك وخلاني شفت كسرة النفس ليها وليه زي ما كسروا نفسك هما الاتنين. قلت لها سبحان الله يا ماما، فعلا في تدبيره ما يغني عن الحيل. المهم خلص اليوم عند أهلي
ورحنا عند أهل طارق، رحبوا بينا قوي واتفاجئوا برضه هم كمان. وساعتها طارق فاجئ والده وقال له إنه استقال من السفارة وهيشتغل معاه في الشركة، لأن ده اللي كان والده نفسه فيه من زمان، وطارق حب يحقق له رغبته. لكن أنا ما كنتش أعرف قراره ده، وساعتها اتصدمت وقلت له إيه؟ استقلت؟ مامته قالت لي إيه ده؟ هو انت كمان عملها لك مفاجأة زينا؟ قلت لها أيوة يا طنط، أول مرة أعرف دلوقتي. والده قال له طيب حلو، يبقى هتشتغل معايا وانت ومراتك هتقعدوا معانا هنا، وكمان عشان نستمتع بالولد العسل ده. وساعتها طارق بصلي وقعدنا نضحك، وساعتها قال لنا ايه يا ولاد بتضحكوا على ايه؟ طارق قال له اصل والد نيرة لسه قايل لنا نفس الكلام ده بالظبط، وعشان كده وفرت عليكم وعليه الزعل، وخليت صاحبي جهز لي شقة مفروشة على ما نكمل الفيلا بتاعت أستاذ مراد. والده قال له كده يا طارق أنا ما صدقت يا ابني إن أنت رجعت وقلت هتملى عليا البيت أنت وابنك ومراتك. قال له معلش يا بابا سامحني، وإحنا هنزوركم كمان يوم هنا ويوم عند أهل نيرة. قلت له أيوة يا عمي، بس يا رب ما تزهقش مننا. المهم خلصنا اليوم وإحنا راجعين في العربية قلت لطارق هو أنت بجد استقلت؟ قال لي أيوة. قلت له ليه كده؟ ده انت كنت بتحب شغلك قوي. قال لي كده احسن، خلينا نقفل الصفحة دي نهائي ونبدأ من هنا من جديد. المهم وصلنا البيت، ومن بعدها بدأ طارق شغل مع والده، والحمد لله استقرت حياتي الجديدة. وبين يوم والتاني باخد مراد وبروح بيه عند أهلي وعند أهل طارق. وفي يوم قررت إني أقوم أنظف الشقة، وبدأت بغرفة النوم، شلت السجاد وشلت الملايات. بس وأنا بشيل ملاية السرير وغطا المخدة لقيت أجندة ومكتوب عليها مذكراتي، وكانت بخط طارق. بس رجعت وقلت أدام مخبيها كده يبقى مش عايز حد يشوفها، وحطيتها على جنب لحد ما خلص، وقلت هرجعها مكانها تاني. وساعتها وقعت من إيدي على الأرض واتفتحت على صفحة ما فيهاش أي حاجة غير اسمي وبالخط العريض، ومرسوم جنبه قلوب كتير. وبصراحة لفت انتباهي وما قدرتش المرة دي أتحكم في فضولي، لقيته كاتب اليوم التاني ليا في الجامعة. كنت بتكلم في الموبايل ومن غير ما أقصد خبطت في بنت قدام الجامعة، ووقفت اعتذرت لها. قالت لي بابتسامة جميلة قوي ولا يهمك حصل خير، بس يبقى خد بالك بعد كده. وسابتني ومشيت على طول من غير ما تعرف ابتسامتها عملت فيا ايه. وبعدها دخلت المحاضرة واتفاجئت انها قعدت جنبي، واكتشفت انها زميلتي. ومن بعدها اتعرفت على كل اللي ليه صلة بيها لحد ما بقينا انا وهي اصدقاء. هي بتعتبرني صديق، لكن انا من وقت ما عيني جت في عينيها اعتبرتها حبيبتي. ايوه نيرة حبيبتي. وساعتها أنا وقفت عن القراية في منتهى الذهول، وفضلت أكلم نفسي معقول اللي أنا شايفاه ده؟ طارق بيحبني ومن أيام الكلية؟ مش ممكن. بس لا، ليه ده كده؟ أنا أخيرا لقيت إجابة السؤال اللي دايما بيجي على بالي وشاغلني دايما، وما كنتش لاقية ليه أي إجابة مقنعة. هو ليه بيحبني الحب ده كله وإحنا لسه متعرفين على بعض بقالنا سنة وشوية؟ وإيه كل الاهتمام والحب ده؟ وساعتها مراد فوقني بعياطه، رجعت كل شيء زي ما كان وخرجت بسرعة لمراد، ولكن كل تفكيري وتركيزي في اللي قريته والسر اللي اكتشفته. وساعتها فضولي أخدني إني أروح مرة تانية وأكمل قراية. بس طارق اتصل وقال إنه هو جاي. دخلت جهزت الغدا، وأما رجع قال لي هو أنتوا كويسين؟ قلت له آه. قال لي أمال ما خرجتوش ليه النهاردة؟ قلت له أبدا، قلت أنظف الشقة وأجهز الأكل. وبعدين هو كل يوم خروج ولا إيه؟ قال لي لأ، تنظيف إيه؟ أنا هجيب لك حد يساعدك، لكن تنظيف لأ، انتي تخرجي تعملي شوبينج وتنبسطي انتي والأستاذ مراد. ضحكت وسكت. وساعتها تليفوني رن، كانت ماما بتفكرني بأسبوع شيرين لأنها كانت ولدت. وساعتها لما قفلت طارق قال لي مالك وشك اتغير كده ليه؟ قلت له أبدا، ماما بتفكرني بأسبوع شيرين يوم الجمعة. قال لي مفيش مشكلة، أنا فاضي يوم الجمعة. قلت له لو أنت مش حابب نروح أنا هعتذر لماما وخلاص. قال لي ليه؟ قلت له يعني ممكن ما تحبش تروح عند وائل. قال لي لا عادي، هنروح وهنهني ونبارك كمان. بصيت له وانا مستغربة على إصراره ان احنا نروح، بجد احترت في أمره. المهم واحنا رايحين دخل وجاب هدية قيمة قوي للبنت، وساعتها جاب لي دبلة ألماس ولبسهاني وقال لي حلوة قوي في ايدك، وبس ايدي وقال لي تتهني بيها. ووصلنا وباركنا لوائل وشيرين وخلص اليوم ورجعنا البيت. وساعتها طارق قال لي مالك مش على بعضك ليه؟ قلت له أنا بحبك. اتصدم لأنه كان أول مرة يسمعها مني من يوم جوازنا. اتفاجئ وقال لي بجد؟ قلت له أيوة بجد، ربنا ما يحرمني منك أبدا. قال لي ولا منك أنت ومراد، وأخدني في حضنه
وبس راسي. كل اللي أنا عايزة أقوله من قصتي إن ربنا ممكن يبتلينا في حاجة بنحبها، لكن بيعوضنا عوض عمرنا ما نتخيله أبدا. الحمد لله. بس كده، وهي دي كانت قصتي. رأيي الشخصي هو فعلا ربنا بيعوضنا أحسن عوض، أحسن من ما احنا متخيلين كمان. انتي فعلا ما غلطتيش. وبس كده، هي دي قصة النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم. استنوني في قصة جديدة. مع السلامة.